فيديو جديد النهارده. ازيك يا وعوده؟ الحمد لله. بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض يوم بقى مع بعضينا، خلينا نقول بسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابويا رب العالمين، امين يا رب. النهارده فيديو جديد بالظبط. النهارده بقى قررت ان احنا زي ما قلت لكم دلع بقى دلع. زيزي رجعت من تاني بجد، فقررت النهارده قمت بدري، خلصت اللي ورايا، خلصت البيت كله، البيت كله بقى زي القشطه زي الفل. الدنيا قاعدين بيتفرجوا على التيك توك، والبيت بتاعي كله نظيف، تنظيف اللي هو التنظيف بتاعنا كلنا. بيتي كله عامه خدته كله كده داير ما يدور زي ما بيقولوا، حتى المطبخ. بس حاجه ايه حط لايك سبسكرايب بالظبط كده. فطبعا بعد خلاص اخدت الاجازه، فقلنا بقى ايه، النهارده ناخد كده شاور لطيف. وكمان طلبت لهم من ماك علشان دلع بقى النهارده دلع. زي ما قلت لكم خلصت كل اللي ورايا، البيت المطبخ، طلعت كل حاجه، ظبطت كل حاجه في البيت، حتى المطبخ يعني عندي ما سلمش، كل حاجه مكانها، كل حاجه بقت زي الفل. قلت عشان بقى ايه نعرف نتدلع كده براحتنا يعني. فيلا بقى نخليهم يطلعوا الهدوم بتاعتهم. قلت لها تلبسوا البيجامات الجديده، فطلعي بقى البيجامه الجديده بتاعتك. ايه مش رايحين باي، احنا قاعدين في البيت. لا ده تيشيرت يا ماما، بيجامه. طلعي البيجامه، ده تيشيرت. وانا كمان هطلع لك. ايوه اه بعد كده هطلع الحاجه بتاعه عهد. انا شلت البتاع اللي كانت هنا، المفرش اللي كان هنا عشان اتقطع. عايزه اقول لكم ان انا كمان رصيت بقى الحاجات دي. وحده الادراج بتاعتهم كلها كانت متشخبطه، مسحتها. الادراج كانت مش مترتبه، طبعا شلت بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه، ويعني شلتها من الادراج، اتخلصت منها. زي ما انتم شايفين هتلاقوها، بصوا الشنط محطوطه هنا كده، الحاجات اللي انا مش عايزينها. فخلصت لهم حتى الاوضه، يعني الدنيا اترتبت، كل حاجه اترتبت. فقلت ايه زي ما قلت لكم كده، ده الفستان بتاعك. فقلت ايه عشان يعني كل حاجه تبقى نظيفه. فنشوف بقى اطلع كمان لعد البيجامه بتاعتها الجديده فين اهي. خدي بيجامه عهد. لا ده تي شيرت، ما انت معاكي تي شيرت. ودي كمان الفوطه بتاعتهم، وياخدوا الشاور. ده الشاور جيل اللي هيستخدموه، وده الحمام الكريم اللي هو بتاع السلكي كريم اللي انا بستخدمه للبنتين، وبرده ده الشامبو بتاع ساتان هير اللي انا بستخدمه برده للبنتين. وهعمل سكراب لشعر وعده طبعا، علشان بقالي كتير ما عملتلهاش سكراب، فهعمل لها بقى سكراب. بعد المجهود الجبار بتاع الشاور، والله بحس انه مجهود. حطي فوطه يس. خدي فوطه. هبتدي بقى ايه اصرح لهم لبسوا البيجامات اللي كانت جايه لهم جديده. ما انا هحط لك دي. هبتدي بقى ايه اصرح لها، تبقى اطول منها. طبعا بيبقى فيه بواقي من السكراب ده عادي، هو بينزل، هو بيدوب اصلا، فعادي جدا اهو. بينزل بقى مع التسريح. بينك. شعرك بينك ازاي يعني؟ انت عطيتيني شامبو. هيتوصل اللي هو الاصفر اللي بتحطه. وهبتدي ان انا احط للتتقيل الشعر، هستخدم لهم دوت اللي هو ملء الفراغات والانبات ومش عارف ايه. نرجع بقى نهتم تاني ونحط تاني بقى الزيوت والحاجات بقى بتاعت الانبات. انا بحب طول الاجازه، انا يعني حتى وعد من صغرها، من اول ما وعد بنتي تمت 3 سنين رحت بقى جبت زيوت من الامارات ومن السعوديه ومعرفش ايه، وشويه شويه بقيت اجيب حاجات هندي، شويه بقيت اجيب حاجات اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى من بره، الزيوت الكوري. وفضلت بقى اجيب، بصراحه ما بخلتش نهائي. وكل ده انا مصوراه لكم على فكره على القناه زمان، كل ده انا مصوراه. بس انا كده مش هحط تاني، هدي بس ايه كده مساج سريع، لان هي بالفعل فروه الراس بتبقى المسام مفتوحه،
فهتستقبل منك اي حاجه اصلا بدون مجهود ان انت حتى تقعدي تعملي كده. بس انا بحب يعني ايه زياده تاكيد. لكن لو انت هتعملي على شعر ناشف فطبيعي ان انت لازم تعملي مساج عشان تبتدي ان انت تنشطي فروه الراس. شعر ناشف؟ انا بقول في الوقت اللي الشعر فيه ناشف. بعد كده هستخدم السيرم ده لشعرهم بتاع انجوانا. ده انا بحط على الشعر من تحت. هو قرب يخلص اصلا، الازازه قربت تخلص. بحط كده على الشعر من تحت. هعمل لك ايه؟ ضفيره. ماما طلبتي لي واوا. ريحته حلوه قوي السيرم. مامي نعم يا روح. طلبتي لي واوا. معلش بس تقريبا كده مني. هعمل ضفيره كده على الهواء، يعني مش ان انا هشد الضفيره، لا هعملها تكون متفرغه كده عشان الشعر ما ياخدش وضع الضفيره وياخد الموجه بتاعت الضفيره. انا اصلا ما بحبش الضفاير والشعر يعني مندي، هو الشعر مندي مش مبلول، ما بحبوش. بس هي طالما عايزه ضفيره فانا بعمل لها ضفيره ايه، بصوا تكون مهويه ازاي، شايفين يعني؟ بصوا صباعي هو ده اللي انا عايزاه علشان لما شعرها ينشف ما ياخدش الايه اللي هي الموجه بتاعت الجدايل نفسها. كده انا تمام خلصت لها. بعد اذنك بس كده احط لك توكه صغيره، بعد اذنك كده يا كتكوته، بعد اذنك يا مدموزيل، بعد اذنك يا سكره. ونحط ايه؟ هو ده وايت وده وايت ولا ده بيج؟ لا ده بيج بس كده خلاص. وبعد كده ندخل بقى على عهوده. تعالوا بس كده نرفع دي يا جماعه. نعم يا جماعه. لهم ازيكم؟ بصي سيبيه بتشلزي وارش لها برضو على فروه راسها. انا ليه بقلب العبوه؟ عشان انا اللي هو زي الشاليمو دوت بتاعها اتشال، فانا بقيت استخدمها كده يعني. ده اهو بتاعك انت واختك. ده بتاعك انت واختك برضو. ماما جبتني. وده برضو تقريبا قرب يخلص اهو. بعد كده بدي تسريحه. انا عملت حاجه بالراحه كده بالراحه. وطي عشان نجيب الحبه اللي تحت دول. عهد بتعذبني في الشاور، بتعذبني مع اني والله ما بجيب لها الصابون في عينيها ولا حاجه. بعد كده برضو بالسيرم وعلى الشعر من تحت، وابتدي بقى ايه المه لها. بصي تعالى وانت تعالى عندي توت. اي دي اسمها رموش مش شعر. رموش اسمها ايه؟ موس. لا رموش. ايه رموش. موس. وريني كده. ايوه حط توكه. عايزه اقول لكم ان الاضراج بتاعت البتاع هنا. انت لابسه ايه؟ مش اي توكه بقى، رتبتها اضراج التوى يعني. بصوا من الصبح وانا والله العظيم واقفه على حيلي عشان اخلص البيت كده، وقلت ايه اهتم بيهم مع اني تعبانه مش قادره، بس قلت لا اهتم بيهم ونرجع بقى ايه الروتينات بتاعتنا بتاعت زمان وزيزي بتاعت زمان بقى والدلع بتاع بناتها، لان هما فعلا يستحقوا ان هما يتدلعوا. شيل السلوتات دي. بصي القمر. العديله دي انت بصي دي حطيها تحت دي في الدولاب. هي قالت مشايكها بلون كده. بتاعت مين دي؟ فرشة مين؟ تحت. لا دي انت قلتي لي فرشة مين؟ كيتو. الله يرحمه. طب اسمه ايه؟ انت قلتها قبل كده. لا دي كانت ليلي. ايوه اسمه جدو ايه؟ تيتو حوض.
اخ يابا، اخ يا ابويا لو سمعتها. اكيد هو سامعك اكيد. دي خلاص دي خلصت. لا انزلي انت ليه واقفه كده؟ انزلي خدي الفوطه دي علقيها. بصوا الادراج رتبتها بتاعت التوك بتاعتهم، خليت ما سبتش حاجه في حالها والله. كنت ناويه والنيه لله ان انا كمان يعني الدور عليا لقيت بتاع الدليفري اتصل، فانا طالبه لهم من ماك، فايه انا بس افتح اضاءه كده بسيطه، فطالبه لهم طالبه كده لينا اكل من ماك، فقلت ايه خلاص بقى يعني مش وقته، عشان انا خايفه اكون جوه يروحوا الاقيه بيتصل بيا، هيبقى سنتنا بيضه صراحه. بس فخلينا نقعد كده نتفرج على حاجه. هاتي MBC 2. جايبه اسراء اختي، بصوا جايبه اسراء اختي. يا اسراء بنتفرج عليك على التلفزيون. فيديو ايه ده؟ مش عارف. انا ريلاكس النهارده قوي. ريلاكس اسراء اختي ريلاكس. ماله يابا؟ حقك تبقى ريلاكس. ما عنديش اي حاجه. اعلى حاجه ان انا اشغل بقى يوتيوب صوت طالع عادي. اختي عادي. لا لحاجات كتيره جدا جدا. اي فالنهارده طبعا الحمد لله انا مخلصه الشقه وهي نظيفه امبارح ما فيهاش اي حاجه وكله زي الفل. فصحيت بقى النهارده انا والنور راحوا الامتحان، فهنقعد نجيب حاجه كده نتفرج عليها عقبال ما بتاع الدليفري يجي ونقعد ناكل. يعني بما اني انا جعانه جدا صراحه. في حاجه عشان انتوا تاني على الظهر وكده، فمحمد بيجي اخر النهار، فقلت ايه اعمل حاجه مثلا كيكايه او كده ما بتاع الدليفري يجي بقى او حاجه يبقى خلاص الاوردر جه. ادي كولا بتاعتي، تخيلي دي كولا بتاعت وعد عدسه. وانا دي الكولا، شدي كده الكيس، دي الكولا بتاعتهم. مش والله ثواني. الله ايه ده؟ في لعبة. ايوه في لعبة. لا اكيد يعني انتحروا. مش عارفه ثواني. انتحروا. انا كنت طالبه واحد برجر وواحد ساندوتش ليا واتنين اللي هم وجبات الاطفال، بس للاسف تقريبا سمعتني غلط. هاتي وجابت لي بعتت لي واحده بس اطفال. هدى كسبت دي، بس انا اديت بقى البرجر لوعوده، ودي اللي اللي كسبتها. انا بحب الكرتون ده اصلا جدا، اللي هو بتاع التنانين ده، عارفينه بحبه جدا. فكسبت دي، مش عارفه دي بقى بتتحط فين، هنكتشفها. بس تقريبا دي ميداليه ولا ايه مش عارفه. ناكل بقى. بصوا انا اول حاجه هستخدم الشامبو دوت من البراند بتاع سول، هنجربه لسه مش هقول لكم رايي فيه دلوقتي. فانا اول حاجه هستخدمه الشامبو ده، وبعد كده بعد ما استخدم الشامبو هستخدم البخاخ دوت، ده لقشره الشعر، احطه على فروه الراس مباشره. يعني انا هستخدم الشامبو ويعني هعصر شعري كده وعايزه اكمل باقي الروتين بتاعي. وبعد كده انا هحط دوت قدام المرايه وهسيبه شويه، وبعد كده يعني هكمل بقى اللي انا عايزه اعمله، لان انا الروتين بتاع النهارده هيبقى طويل قوي، فمتهيألي مش هعمله معاكم كله يعني. خلاص انا حطيت اللي هو السيو دوت او الماده اللي بتاعت القشره اللي انا وريتها لكم دلوقتي، او اللوشن بتاع القشره، حطيته على شعري. وغسلت شعري طبعا قبلها بالشامبو. فطلعت بقى ايه اللي هو هاخد بقى بريك، فاهمين اقصد ايه؟ فقررت ان انا اعمل لهم مشروب، هما ما شربوهوش صراحه لسه. ايوه هعمل لهم كاكاو. فانا هعمل لهم هم كاكاو، وانا هكتفي بكوبايه قهوه فرنساوي، لان بقالي كتير قوي ما شربتش قهوه فرنساوي. بصوا الماركه دي غاليه جدا جدا، بس لو لقيتيها في حته ما تفوتيهاش. بصوا الحاجات المميزه دي بتعدي في حياتنا مره واحده، فانت لو لقيتيها هاتيه. هو عامل 100 وحاجه، عامل 200 وحاجه، انا مش متذكره الحقيقه، بس هم حبه قليلين قد كده يعني بجد، بس اطعم
كاكاو ممكن تشربيه في حياتك، ولا تقولي لي بقى بتاع كادبري، ولا تقولي لي بقى بتاع نسكويك، ده عدى الخيال زي ما بيقولوا. فانا هعمله لهم بطريقه بسيطه جدا. هعمل لكل واحده فيهم كده كوبايه صغننه. ماشي. فانا هحط ايه، معلقتين انا كبار، انا مش هستخسر فيهم يعني. هو ايه ده؟ ده كاوكاو. كاوكاو ايه ده؟ كاوكاو. انت كنت بتقولي عليه كاوكاو وانت صغيره. انا اعملي لي كاوكاو اهو. بص ريحته يا بنات رهيبه، تحفه تحفه فعلا. انا كده يعتبر حطيت معلقتين لكل كوبايه، فانا ايه مش هحط اكتر من كده. نعم يا عارفه. وهقلب الكلام ده بسم الله. بعيدوا عن البوتاجاز لو سمحتوا عشان انا هشغل البوتاجاز. شغاله ده صح؟ لا مش هشغل ده، ما بنشغلوش. يعني الغنى الفاحش ده لسه ماما ما وصلتلوش ان انا هستعمل كمان الشعلة بالكهرباء يعني. احنا بندفع كهرباء 400 جنيه. ابعدي، بتقولك تعالي هنا ابعدي يعني عن البوتاجاز. هبتدي بقى دلوقتي ارفعه على النار، وكل شويه ابقى اقلب يعني فيه كده. ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبه ايه مع نفسه. هنا بقى هبتدي احضر لي كوبايه قهوه فرنساوي كده من اللي قلبكم يحبها. ده اكيد. انا ما بشربش القهوه الفرنساوي دي في اي وقت، انا بشربها لما بيكون مزاجي رايق، روقه ما بعدها روقه. ماما ايه يا عاده وانا ما بسمعش. انا عايزه بس. ما تقربيش من البوتاجاز. لا انت شاطره يا عهد، انا بحبك. بتعشق حاجه اسمها القهوه. طبعا لو رحنا في لازم قهوه. طبعا. لو رحنا المصيف قهوه. المشروب الرسمي، الراعي الرسمي للصحيان. لا قهوه. اسكندريه كل حاجه قهوه. هبتدي بقى دلوقتي احط، عايزه معلقه معدن عشان انا هقلب بيها على النار، فهحط السكر بتاعي كمان، ماما انا بالذات. وكمان هنحط الحليب. في ناس هتقولي طب ما تعمليها في الماشين. الماشين ما بيتحطش فيها حليب يا بنات نهائي. ها؟ نعم احنا ما عايرناش يعني، ما حطيتش الحليب في الكوبايه، المفروض احط في الكوبايه بس يلا زي ما يطلع. وهقلب وبعد كده هرفع برضو على النار. بس تقلبي بقى كويس يعني. طبعا بيفضل القهوه ان هي تتعمل، لو هتعمليها فرنساوي يبقى الحليب ساقع زي ما انا مطلعاه من الثلاجه. لو هتعمليها قهوه عاديه بميه عادي بيفضل ان الميه تبقى ساقعه قوي. ويا سلام يا حبذا يعني لو هتعمليها بتلج هتشربي قهوه عمرك ما شربتيها في حياتك. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هي بتكون استوت على الهادي خالص، فخدت وقتها الكامل المتكامل في قلب السوا. فاهمين؟ هي دي كل الفكره. شيلي بقى ده، احط في كاكاو. حطيه مكانه كاكاو عمل. وهمسح. هو ده بقى اللي انا بقعد اقول لكم عليه، ان انا لما باجي استخدم اي حاجه على البوتاجاز لازم امسح البوتاجاز بتاعي. فعشان كده ما حدش بيشوف بوتاجازي مش نظيف، دايما ايدي فيه. فهمتوا؟ بما اننا احنا يعني لسه في النهار، فانا هديهم الفيتامين دوت عشان انا بتسال كتير يا زيزي اسمه ايه. خدوا سكرين شوت اهو. هو بصوا انا كان عرض جايباه، كنت جايبه دي وكنت جايبه دي، ده عرض كده كانوا مع بعض، كانوا ب 300 جنيه تقريبا. تمام؟ عشان لو بتاخدوا سكرين شوت، ده بيتاخد بالليل وده بيتاخد بالنهار. ماما ده هتعمل او الصبح اهو عشان لو هتاخدوا سكرين شوت. ده فيه بقى حاجات كتير قوي، فيه فيتامينز وفيه حاجات كتير قوي، هو حلو قوي للاطفال. فانا بدي كل واحده فيهم واحده. هو في منه اشكال قلب وايس كريم. هو من جوه اشكال، هو زي زي الجيلي كده. هو اصلا جيلي. بصوا الاول انا كنت بديلهم ده، كنت دايما بديلهم ده الاول، بس دلوقتي انا بقيت اديلهم النوع دوت يعني احسن. ده بديلهم في اي وقت كده. دلوقتي هصب لهم اهو. ادي النسكويك بتاعهم، الف هنا وشفا. بس كده
اطفي. وادي القهوة بتاعتي. اديني في الفرنساوي بقى. بس كده، والسلام عليكم.